السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع بيبرس أكاديمي هنتعلم حاجة جديدة النهاردة، يلا بينا. بروبلم سولفينج أداة بسيطة جدا وفعالة لحل المشكلات بشكل جذري ومستمر. نتعرف عليها من كام خطوة كده. أول خطوة عندنا نتعرف فيها على identify problem، وده تحديد المشكلة، اللي هو بنسأل هنا إيه اللي مش شغال، المشكلة موجودة فين وبتحصل إمتى. current condition الوضع الحالي، تحليل الوضع الحالي بجمع البيانات والمعلومات اللي بتوضح الصورة كاملة. يبقى حددنا المشكلة وسجلنا الوضع الحالي بتاعنا. نخش على تاني خطوة عندنا وهي الروت كوز اناليسيس، تحليل السبب الجذري. وهنا بنستخدم ادوات زي الفايف واي والفيش بون دايجرام لتحديد السبب الجذري للمشكلة. وطبعا احنا شارحين قبل كده الادوات ديت، هحط لك الرابط بتاعتها في الفيديو. تارجت كونديشن الاهداف المستقبليه، بعد ما نحدد السبب الجذري بنحدد الهدف اللي عايزين نوصل ليه. الهدف ده بيكون مرتبط بتحسين الوضع الحالي وازاله المشكله من الاساس، زي مثلا تقليل نسبه الهدر من 20% الى 5% خلال 3 شهور من تطبيق الحلول دي. وثالث خطوه عندنا وهي الجاب اناليسيز، وده تحليل الفجوه. وهنا بنحدد الفجوه بين الوضع الحالي والهدف اللي عايزين نوصل له، بنحلل ايه اللي ناقصه عشان نحقق الهدف، وايه التحديات اللي ممكن نقابلها خلال التنفيذ. وطبعا تحديد الفجوه ما بين الوضع الحالي والاهداف المطلوبه دي اول خطوه في حل المشكله. رابع خطوه معانا وهي الكاونتر ميجر، وده اقتراح الحلول. بعد تحليل الفجوات بنبدأ نفكر في الحلول العملية اللي هنطبقها عشان نقفل الفجوة ونوصل للهدف. الحلول دي لازم تكون واقعية وقابلة للتنفيذ. وعشان ننفذ الحلول ديت بطريقة ناجحة ونتأكد من النتائج بتاعتها لازم نخش على الخطوة الخامسة. الخطوة الخامسة احنا بنحدد فيها أهداف اللي احنا من خلالها نقدر نحل المشكلة ديت، ونكتبها في أكشن بلان. الاكشن بلان بقى في الخطوه دي بنكتب خطه تفصيليه للتنفيذ، مين هينفذ الحلول امتى وازاي هنتابع التنفيذ للحلول دي. طبعا هنتابعها ونعمل لها فولو اب وايفالويشن كمان عشان نضمن نتائج الحلول دي. بعد تنفيذ الحلول بنبدا نتابع النتائج ونتاكد ان الحلول كانت فعاله وان المشكله اتحلت بالفعل، ولازم نوثق كل النتائج ونقيم الاداء. مش بقول لكم اداة بروبلم سولفنج ديت اداة قويه جدا، والأداة دي مش بس بتخلينا نحل المشكلة لكنها كمان بتشجع التفكير الجماعي والتواصل بين الفرق المختلفة، وده في حد ذاته بيبقى قيمة كبيرة جدا في تحسين العمليات والإنتاج. وبس كده.